السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الفل، مساء العنبر على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة بقى أعمل لكم بقى طريقة سمك بقى، لا هتقلي بقى ولا تتعبي نفسك ولا تشوي بالردة ولا حاجات من دي خالص. هعمل لكم طريقة جميلة وهتشوفوها دلوقتي، سهلة خالص وبسيطة، ويا دوبك هتعمليه مفيش 5 دقايق. هنا بقى كنت عاملة بقى جنبه البطاطس المحمرة المقرمشة دي طبعا بطريقة جميلة برضو. أكلتنا جميلة وسهلة. وهنا طبق السلطة الجميل دوت. أكلتنا سهلة وجميلة النهاردة وبسيطة، بس السمك بقى مش متعب. وعملت لكم رز بقى ايه، رز بالبصل أصفر، يعني طريقة برضو حلوة جديدة جميلة. طريقة تحفة. أكلتنا النهاردة جميلة إن شاء الله وهتعجبكم بإذن الله، لأنها طريقة سهلة كده، وأنا عاملة فيها افتكاسات كده بسيطة كده، بس إن شاء الله يا رب كده. بتمنى تعجبكم أكلتي دي النهاردة. أكلتي سهلة وبسيطة وما فيهاش أي إيه تعب ولا أي حاجة. من النهاردة مش هتعملي بقى إيه، مش هتشوي على البوتاجاز بقى بالردة السمك، ولا تقلي ولا حاجة. انا اقول لك على الطريقه دلوقتي، هتمشي معايا بقى على الخطوات وهتعملي احلى سمك، وهتعملي احلى رز اصفر كده زي ما انت شايفه. تحفه، تحفه يا جماعه. هنا بقى لو عجبكم ان شاء الله، لو وصلت اللي وصل معايا لغايه كده، لو الفيديو عجبكم اعملوا لي بقى اللايك يا جماعه، حطوا اللايك. انا بلاقي ال الكومنتات ياما واللايكات شويه، فربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. حطوا لي اللايك يا حبايب قلبي. هنا طبعا انا جايبه السمك بولتي كبير كده زي ما انتم شايفين. طبعا الكاميرا عشان بعيدة شوية مش باين قوي، انما هو ما شاء الله سمك كبير. جايباه كده ومنضفاه بقى وغسلاه غسلة حلوة ونقعته بقى تنقعيه بقى في الليمون بقى والملح وحبة دقيق بقى والكلام ده، ما تلاقيش فيه زفرة خالص، وتلاقيه زي الفل. هنا بقى كده اول حاجة هنقوله بسم الله. بنقطع كده زي ما انتم شايفين. القطعية دي كده بقى بتخلي ايه الحشو، بحط الحشو ما بينها، وبتخلي اللحم بتاعنا طعمه زي العسل يا جماعة. اه هنا بقى شايفين كده هنقطعه معايا. طبعا الكمية طبعا انت بتجيبيها على عدد افراد الاسرة يعني كل واحد بيجيب على العدد بتاع الافراد الاسرة بتاعته. انا هنا النهاردة بقى جايبة ال3 سمكات الكبار دول، ما شاء الله هم كبار قوي حلوين. شايفين بقطعه كده من بعضه كده، بصوا كم قطعية كده، عشان السمكية كبيرة معايا عشان اللحم بتاعها يشرب. هنا بقى اول حاجة كده إن في الخلطة بتاعتنا الجميلة دي، عصرتين كده ليمونتين كبار كده، تاخدي العصير بتاعهم كده. وهنا بقى معايا ايه، فرمة توم على فلفل احمر كده. عايزه فلفل اخضر اللي موجود عندك. انا كان عندي فلفل احمر كده، توم بالفلفل الاحمر زي ما انتم شايفينه كده. طبعا حطينا زي ما قلت لكم ليمون، عصير ليمون. طبعا الليمون ده جميل، السمك بيحب الليمون. والتومه بتاعتنا. هنا هنحط بقى ايه، التكايه بقى بتاعنا بتاع السمك المشوي ده. هنحط بقى بابريكا، البابريكا عشان تدينا اللون الجميل بتاعه ده. وهنحطه ايه، معلقه كركم، يعني معلقة بابريكا ومعلقة كركم. هيدونا اللون كده وحلو، هيخلوا السمك بتاعنا كده ايه، تحفة. وهنا بقى معايا توم باودر، التوم اللي كنت عاملاه معاكم البودر. طبعا ريحته جميلة، وحبة زيت صغيرين. طبعا حبة الزيت دول عشان يدوله لمعان حلو كده. وهنا معايا معلقة بصل مفرومة كده او متخرطة رفيع. معلقة بصلة مفرومة كده عشان برضو ايه تدينا السمك المشوي بتاعنا طعم جميل زي ما انتم شايفين كده. التتبيله بتاعتنا دي جباره تحفه بصراحه. هنا بقى معايا كده ايه، حبه صويا صوص. وهنحطه كمان حبه ايه دبس رمان. التكه دي بقى عطتني طعم للسمك، تشم ريحته من اخر الدنيا زي اللي بتاع المحلات الكبيره الاسماك، اللي هم المحلات الاسماك الكبيره قوي. الخلطه بقى دي السريه بقى اللي هتخلي بقى طعم هنا بقى معايا برضو ايه، بودر بصل، يعني معلقه بودر بصل ومعلقه بودر توم زي ما انتم شايفين. هكتب لكم بقى المقادير الخلطه بتاعتنا دي في صندوق الوصف. وهنا معايا فلفل اسمر بقى كده، بيديله بقى بيخلوش في زفاره وبيخليه طعمه جميل. ومعايا مع الكمون طبعا، السمك بيحب الكمون كمان. معلقه كده كمون حلوه. طبعا الخلطه دي فيها مكونات جميله كلها. وهنا بقى ايه معلقه ملح برضو. ما تكتريش الملح في الحشوه بتاعتنا عشان مبقاش حادق. يعني لو انت رشه على السمك
من بره كده ملح، حطي بس معلقه في الحشوه بس صغيره، معلقه صغيره. انما لو انت مش حاطه من بره ملح حطي معلقه كبيره عشان يشرب ملحه. هنا بصي اللون بتاع الخلطه بتاعي بقى كده، الخلطه بتاعتي جميله ازاي. هتخلي لي بقى السمك المشوي بقى تحفه يا جماعه. الطريقه اللي هعمل بيها دي جميله جميله جميله. اهو هنا زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى احط شويه شطه بقى. طبعا البابريكا ما بتبقاش حاميه، هي بتبقى لون بس، يعني هي مجرد ما تدينا لون، هي والكركم بيدوا لون زي ما انتم شايفين. بصوا اللون بتاع الخلطه بتاعتي، بصوا بقى لونها جميل ازاي، تحفه يا جماعه. هنا بقى نجيب الصينيه معانا كده، اي صينيه موجوده عندك، سواء مفلطحه او صينيه كده او مربعه، اي صينيه موجوده عندك. هنا بصوا شايفين. طبعا انا بعمل بالمعلقه، لقيت ايه المعلقه مش هتنفع، انا عايزه بقى ايه، احشي بقى الخلطه بتاعتنا الجميله دي في السمكه كده، تشربها في حته الفتحات اللي انا عاملاها بالسكينه كده. وعايزه اشربه كده بايدي بحرف صوابعي كده، حرف صوابعك كده واحشيه كده. طبعا احنا ايدينا يا جماعه مصبنينها ونضيفه، يعني كل حاجه نضيفه. ما انتي مهما كان بتعملي حاجه في البيت كل حاجه غسلاها وايدك مصبناها وكل حاجه نضيفه معاكي زي الفل. لغايه كده تمام تمام يا ماما ليلى. هنا بقى شايفين اهو كده تبلتها تتبيله جميله وشربتها. بصوا شايفين خليتها ايه كلها، الخلطه اللي انا عاملاها دي مفيش حته من غير الخلطه اللي انا عاملاها. بصوا بقى الجمال بتاعها بتعبر عن نفسها. شايفين، شايفين الشكل يا جماعه، تحفه. الطريقه بقى دي جميله بقى، لا هتتعبي نفسك بقى ولا تقلي سمك ولا تشوي بقى بالردة ولا الكلام ده. احنا هنعمله بقى دلوقتي ايه، هنشوه كده. انا عملت له الخلطة الجميلة بتاعت المطاعم الكبيرة، اكبر مطاعم. الخلطة دي السرية يا جماعة بتاعت السمك اللي بتشم ريحته كده عند عند بتوع السمك، المحلات السمك الكبيرة. الخلطة دي جميلة، بص بيخلي لك السمك الطعم ولون وريحة جميل جميل جميل. وهنا شايفين كل فتحة، هو السمكة كبيرة ما شاء الله، عشان كده شايفين انا فاتحاها كام فتحة، بس زي ما بقول لكم الكاميرا بعيدة كده فمش مبينة قوي. هنا الطريقة بقى دي يا دوبك هتعمليه في الصينية كده، وسهل بقى في الفرن بقى سهل، ولا بقى زي ما بقولك كده مش هتتعبي نفسك خالص. يعني انا سهلت الطريقة عليكم، جميلة جميلة جميلة. ولا بقى تستني بقى تعمليها عند في عند بتاع السمك ولا اي حاجة، انت هتعمليه انت في البيت ومش هياخد منك وقت. زي ما هي 10 دقايق هتكوني عاملة السمك وجميل. ولو جبتي السمك منضف جاهز، انا اللي منضفه السمك. انا جبت السمك وانا نضفته وغسلته غسله حلوه ونقحته خليته زي الفل. بصوا بقى المنظر بتاعه يا جماعه، شايفين الخلطه جواه وبراه. هنا بقى احط ايه، ورق زبده كده عشان احط عليه ورق ألمونيا، لان ورق الألمونيا يعني انا كنت الاول بحط ورق ألمونيا على طول كده على الحاجه، فعرفت ان مش صحي. دلوقتي بحط ورق زبده تحتيه. يعني الصحي انك تحطي ورقه زبده تحت الألمونيا زي ما انت شايفة كده. طبعا انا بغلفها ليه بالورق الألمونيا وورق الزبدة، عشان كده ايه يتشوى في الفرن كده ويبقى جميل وما ياخدش وقت معاكي. يعني على حسب الفرن بتاعك بقى، يعني تحطيه على الشبكة فوق و... ودرجة حرارة بقى على حسب الفرن بتاعك. انا عندي درجة الحرارة 180 دي حلوة، بتعمل لي يعني بعمل عليها كل حاجة جميلة قوي. فكل فرن بالزي التاني. انت شوفي بتشوي بتعملي اي سمك ازاي في الفرن، او صينيه اي حاجه بتعمليها بتاخد النار معاكي قد ايه. يعني ما خدش وقت، انا خد مني حوالي ربع ساعه كده في الفرن او تلت ساعه. هنا بقى اول حاجه بقى نعمله بقى الرز بتاعنا كده الاصفر. طبعا هنعمل رز اصفر كده تحفه يا جماعه. طريقه جميله دي وجربوها كده. الاكله دي لو جربتوها كده هتدعولي والله. اكله تحفه زي بتاعه المحلات بالظبط، المحلات بتاعه الاسماك الكبيره. هنا بقى معايا بصلايه كده، ومعانا كده ايه ربع كوبايه زيت. هنحمر البصل بتاعنا دوت لغايه بقى كده ما ايه ما يدي لون كده معانا. مش هنعمله بقى البصل السمك الرز الصياديه ده، لا. انا مش هعمل رز صياديه يا جماعه، انا هعمل رز اصفر، رز اصفر بالبصل والكركم. الرز ده بتاع المطاعم بقى جميل قوي وتحفه. الطريقه دي جميله، جربوها كده هتلاقي عملتي اكله غير اللي بتعمليها كل مره، وفي حته تانية خالص، هتوديكي في حته تانية خالص جميله تحفه. هنا شايفين لون البصل حمرته كده زي اللي بتعملي الاكل بالظبط.
هنا بقى هنعمل نص كيلو رز طبعا، فانا حطيت كوبايتين ميه، لان الرز ده مش بسمتي، رز ايه بلدي عادي. انما طبعا البسمتي بتضاعفي له الكميه بتاعته، انما انا مش عامله، يعني انا عامله رز البلدي العادي بتاعنا. هنا بقى حطيت بقى التكايه بقى الرز بقى اللي هتديني طعم ليه. حطيت بقى الكركم بتاعنا، وحطيت كمون، معلقه كركم ومعلقه كمون ونص معلقه فلفل اسمر. زي ما انتوا شايفين كده الطريقه دي بقى جميله يا جماعه، وجربوها كده تحفه. شايفين الميه بتاعتنا، الكركم طبعا بيديني بيخلي لون الميه. هتبقى زي كأن شكل الرز البسمتي، بس هو رز بالبصل بالكركم، يعني هو رز اصفر، اسمه رز اصفر. عشان اصفر ليه؟ عشان عليه الكركم. اهو هنا بقى بصوا خلاص بقى كده ايه، يغلي غلوتين، وهوطي عليه بقى البوتاجاز خالص على اقل عين تحطيه كده، وتوطي عليه شعره خالص كده، هيستوي براحته بقى. كده خلاص الصينيه في الفرن، وكده ايه الرز بتاعنا كده اهو، يعني غلى شويه اهو. خلاص كده اهوت، يعني اول ما بلاقيه يشرب الميه او قرب فيه حبه ميه صغيرين عشان ما يلزقش منك، توطي عليه شعره. هنا خلاص بقى كده الرز كمان اهوت خلصته، وطيت عليه بقى كده وخلاص. هنا بقى بصوا شايفين بقى السمك بعد ما طلعته بقى من الفرن وحطيته في الاطباق كده، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا جميل مشوي جميل ازاي. لا شويتي بقى على بالردة ولا قليتي ولا تعبتي نفسك، هي كده الصينية وهتدخليها الفرن بالطريقة دي كده. بصوا يا جماعة التتبيلة اللي انا حطيتها عليها جميلة. وهنا بصوا الرز لونه، شايفين لون الرز بتاعي، اللون الاصفر الجميل. هنا البطاطس بقى دي كانت بتاعه التحمير، بصوا طالعه مقرمشه بقى ومحمصه وجميله ازاي، تحفه يا جماعه. عملت سلطه، وعملت سلطه كمان اهي، طبق سلطه اهوت. والبطاطس زي ما قلت لكم عملتها كده عادي، بس هي مقرمشه جميله، وحمصتها بقت جميله كده. الاكله بتاعتنا النهارده تحفه، ومحدش بيزهق منها ابدا يا جماعه. وصحه وعافيه اللي كل وان شاء الله بقى لو الفيديو عجبكم يا جماعه قولوا لي ايه رايكم، اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في تتبيله السمك ديت، والسمك المشوي في الفرن دوت، والطريقه بتاعته بقى سهله ولا لا، بس هو طعمه كان جميل طبعا. هتجربوه بقى وتدعوا لي يا جماعه على التتبيله اللي انا عاملاها ديت. وادي الشكل بتاعه، بصوا سمك كده لونه وريحته وطعمه تحفه يا جماعه، بيعبر عن نفسه، مش محتاجه اتكلم عليه. ولا الرز، طريقه الرز دي جربيها كده بالكركم كده بالبصل، هيبقى طعمها البصل جميل فيها، وهيبقى لونها جميل. وهي بصراحه كان حبه رز زي العسل بصراحه. اكلتنا بسيطه وسهله ولذيذه قوي وطعمه قوي. واهم حاجه اللايك، وبشكر اي حد دخل عندي من جوه مصر او من بره مصر، وبشكركم جدا يا حبايب قلبي.